اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبنا في كل مكان؟ يا رب تكونوا بخير. انا جيت اصبح عليكم واقول لكم يا صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح كل حاجه حلوه معايا، وربنا يا رب يديكم الرزق من عنده. انا جاي اعمل معاكم النهارده مش هتقولي لي عملته قبل كده في القناه، بس انا حبيت ان انا اشارككم غدايا النهارده. هعمل معاكم، شايفين السمك البطاطا الحلو ده؟ اديكوا شايفين، بصوا بقى الجمال والحلاوه، مش قادره اوصف لكم. من الشبكه علينا على طول، بصوا الجمال. وهقلي معاكم بتنجان وفلفل. والبتنجان والفلفل دولت هنعملهم يا بالخل وبالثوم يا بالطماطم. لغايه دلوقتي والله مش عارفه اعملهم ايه، محتاره. وهعمل رز صياديه وهنظبط بقى الدنيا. بس للاسف كنت هعمل سلطه، بس ما عنديش حاجه السلطه اكملها، ومحدش دلوقتي فاضي اصلا يجيب. فطبعا دلوقتي بقى هنعمل مع بعضينا غدانا النهارده. بس انا حبيت اصبح عليكم واقول لكم صباح الورد عليكم. وما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من نوعات حبيبه. ويلا بينا نشوف فيديوهات حبيبه هتبقى ايه. يلا بينا. رجعنا تاني حبايبي. يلا بينا بقى نعمل الرز. وادينا عملنا الطاسه اللي هنحط فيها الزيت، هنقلي فيها البتنجان وهنقلي فيها السمك وهنظبط الدنيا. انا كده معايا بصلايه اهو زي ما انتم شايفين. هنبدا نقطع البصلايه بتاعتي مع بعضينا، وقلت اتونس بيكم وعلى الاقل اتشجع ان انا واحنا بنعمل الغدا كده. انتوا عارفين دخول المطبخ ده بياخد وقت طويل قوي. اهوت انا مولعه على فكره على الحله عشان تشرب الميه اللي فيها. وبالمره هقطع البصلايه بتاعتي اهوت. ولسه الزيت بتاع القلي لسه ما ولعتش عليه. هبدا كده زي ما انتم شايفين. احب اقطع البصلايه كده يدوي، ما بحبش احطها في الكبه بتاعه الرز يعني. البصل بتاع الرز بالذات بحب يكون كده ايه، ماسك نفسه شويه، عشان لما احمره يبقى بتاع ده، يبقى حلو، طعمه حلو. اهو ده الرز الصياديه بتاعنا الطبيعي بتاعنا. انا عملت في القناه كذا مره على فكره، وعملت فيديو مخصوص للرز الصياديه عشان ده مشهور في الاسكندرانيه. اهو بصوا البصلايه ما خدتش وقت معانا، لما الحله سخنت كانت البصلايه اتقطعت وهي قدامكم. خلاص هنبدا نحط الزيت بقى بتاعنا ونحمر اهو. هتقولي لي ما حطيتيش الزيت ليه؟ هقولك كده كده اصلا هو هيسخن مع البصل، مفيش كلام. بس كده هبدا بالمره بقى واحنا كده واقفين نولع على الزيت بتاع البتنجان يبدا يسخن. ونبدا نجيب بقى. هتقولي ايه هدفي من هقولك الهدف من الفيديو ان انا قلت اتسلى معاكم وان انتوا تشوفوا غدا النهارده. يمكن يكون حد لسه محتار يعمل غدا، اجيله الفكره ان يعمل الغدا ده. خلاص. بس انا لغايه دلوقتي محتاره اعمل البتنجان بالخل والثوم ولا اعمله بالطماطم. لسه برضك بفكر. انا عندي مش كله بيحب بالخل والثوم. ممكن نعمل جزء كده وجزء ممكن نخليه كده من غير طماطم ولا اي حاجه، ما اعرفش انا هفف معايا خل والثوم. طبعا اهوت الرز اهوت بقى يتحمر بقى الرز بتاعنا، البصله بتاعتنا سوري. وهنبدا هنا بقى الزيت بس يسخن واحط البتنجان بتاعي. هبدا بس اقربه ليا كده. انا حابه ان انا اجيب له البوتاجاز كله بحيث ان انتي تبقي شايفه انا بعمل ايه، ما يبقاش الهدف كله على حاجه واحده. خلاص. فهنا اهوت وانا كمان نقع الرز بتاعي، المكيال بتاعه عاملاه وحطاه جنبي ونقعاه. دلوقتي هصفيه الرز بتاعي وهبدا اقلي البتنجان، وفي نفس الوقت عشان يبقى كل حاجه تبقى سخنه ويبقى في نفس الوقت يتاكل كل حاجه سخنه. وفي نفس بقى اللي احنا في الوقت دوت هنبدا نحيق السمك بتاع البطاطا. ما بيتحيقش بالثوم يا جماعه. البطاطا ما بيتحطلهاش توم. كداب اللي يقول بيتحط توم، مفيش توم بيتحط البطاطا. هو زيها زي السمك البلطون. خلاص. هنبدا اهي البطاطا بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين كده. هبدا احط لها ملح. انا طبعا هحط لها هنا بقى عشان انتوا البوتاجاز يعني. اهو هحط الملح. طبعا اهو بحيق السمك من ورا الكاميرا، بس هوريهولكوا بردك عشان يبقى احنا كده بنكسب وقت في كل حاجه. حاولي انت لما بتعملي اكل تكون كل مره واحده، اكل ما يبقى سخن كله بيبقى طعمه حلو. والكمون اهو يا جماعه، ملح
وكمون وشطه. هبدا اقلبهم مع بعض. السمك ده بقى كده هيتساب عشان وقت ما اخلص البتنجان ابدا اعمل السمك. اهو بقى هركنه السمك هنا على جنب، بس هنبدا نحط البتنجان بقى. زي ما انتم شايفين كده البتنجان بتاعي انا حطاه في الملح، ميه وملح. ابدا احطه كده، ما تستنيش البتنجان وتجري، غلط الفكره دي، على فكره غلط، وتكتر عليه. اهو نبدا نحط البتنجان بتاعنا الجميل حلو اهو. غدا سريع مش هياخد معايا وقت على فكره. انا في اكلات السمك ما بتاخدش معايا وقت يا جماعه في المطبخ. انا اسفه يا جماعه، الكاميرا فصلت وانا شغاله وما خدتش بالي. اهوت البصل بتاعي بدا يحمر، البتنجان بتاعي اهوت بدا يعمل اللون بتاعه، ياخد اللون بتاعه. طبعا انا اهوت بجهز كل حاجتي عشان اطلع على طول. اهوت الكاميرا فصلت وانا بتكلم. رجعنا تاني، حطيت اهوت الميه بتاعه الرز انتوا شايفين كده، عشان كنتش عايزه اطول عليكم الفيديو كمان، والتليفون معرفش ليه بيفصل معايا. وادي البتنجان بتاعي بطلعه. هبدا احط بتنجان تاني زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. انا طبعا بجهز حاجتي على السريع عشان انا مستعجله. اهو احط الفلفل بتاعي. وطبعا برضك ممكن نعمل الرز الاول، نحط الرز الاول، الاستعداد صعب. اهي الميه بتاعت الرز بدات تغلي زي ما انتم شايفين كده قدامكم. هيبقى غدا سريع جدا. اهو بصوا الميه غلت يا دوبك اهوت، وحطيت ملح وفلفل اسمر. هبدا انزل الرز بتاعي. معلش عشان الكاميرا جنبي فخايفه اخبطها فمش متحكمه قوي. رجعنا تاني. بصوا خلصت البتنجان، بس انا حبيت ان انا اجيب لكم، وقليت كمان الفلفل زي ما انتم شايفين كده، بس ما اعرفش النهارده الكاميرا مش عارفه في ايه. هنبتدي بقى نعمل مع بعضنا السمك. اديني اهوت عملته في الدقيق، وهبدا احطه بقى. بصوا يعني انا شلت البتنجان والفلفل، هحط السمك لان الزيت نضيف لسه. لو الزيت مش نضيف كنت غيرته. اهو بقى سمكه البطاطا دي تحفه، واليومين دول يا جماعه كنتوا جايبين اوانها بقى، يبقوا هاتوها وجربوها بجد، طعمها بتبقى حلوه قوي. اهو زي ما انتم شايفين كده قدامكم. مش هتاخد وقت معانا خالص خالص خالص. انا بس عايزه اوريكم، مالكوش دعوه بالبوتاجاز اللي اتبهدل ده طبعا من القلي وكده. هبدا اجيب بقى الحاجه اللي هطلع عليها. الزيت بتاعي كده، التتبيله ازاي جميله ازاي يا جماعه. بصوا هي ما بتاخدش وقت خالص عليها. شايفين يا دوبك مسافه ما حطيتها، يعني هي ثواني وهكون طلعت اول طاسه. اهو انا طبعا مجهزه الطبق بتاعي اللي انا هصفي عليه، مش هقدم فيه، هصفي عليه. نفتح بس الحته كده عشان المنظر يطلع. طبعا هي الكاميرا مش جايبه يعني كده. والرز بتاعي اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. البخار، معلش انا اسفه البخار. شايفين الرز بتاعي
تحفه تحفه تحفه. وهو طبعا انا هقلبه بالشوكه، مش هقلبه بالمعلقه عشان ما يعجنش كده مني. اهو احلى رز طيارات اكيد. هو يا دوبك يتشرب، عقبال ما اخلص السمك هيكون الرز بتاعي اتشرب. اهو وادي السمك بتاعي قرب كمان يطلع. اهو يا جماعه هغطي النار شويه بس عشان ما يتحرقش الزيت بتاعي. انتوا عارفين الزيت بيتحرق بسرعه او بيتحرق بسرعه. ورجعنا تاني. طبعا انا طلعت اول سمك، معلش التليفون فصل معايا اهو، وهطلع التاني زي ما شايفين كده قدامكم اهو. هو مبياخدش وقت خالص على النار اهو. ده لسه برضه، ده لسه اهو. انا بس حبيت ان انا اوريهولكم كده معايا في الكاميرا، وهكمل بقيه الكميه وهرجع لكم تاني. استنوني لغايه ما اخلص السمك، استنوني. ادي الفيديو بتاعي يا جماعه، ادي غدايا النهارده. شايفين الرز بقى سخن ازاي، السمك سخن، وبرضك رسيت على بالخل والثوم. وما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بعمله. وما تنسوش يا جماعه الاشتراك واللايكات، لايكاتكم بيعلم من الفيديو. ومع السلامه وفي رعايه الله.